جبار، ايش جاي يسوي هنا وليدي؟ ابو نعال، هلا بيك. يعني جاي نصب الشهيد ازور ابوي. ايش لابس وليدي؟ شنو رايح كشافة؟ لا ابو نعال، انا انتميت للجيش. شنو هيك؟ بيك ولك انت مسودا؟ الف رحمة على روحك ابو جبار، والله لو بعد عايش ما كان خلاك تروح. ابو نعال، ابوي لو بعد عايش كان هو اللي خلاني اروح. وليدي هذا الجيش فاسد ويتبع هاي الحكومة المعفنة. ابو نعال، هسه انت مو كنت جندي؟ الجيش العراقي قبل مو مثل هسه. وليدي انا والمرحوم ابوك حاربنا بكل بسالة فلسطين على مود جايين ندافع عن اخواننا العرب، وحاربنا بالقادسية من شلنا ندافع عن العراق، وابوك اتصوب بالمعركة وشلت على شتاف اسبوعين لحد ما رجعته لديرته، ورجيت لنفس المكان حتى اجيب سلاحي. وبعدين من رجعت شفت ابوك مستشهد وظليت انا الوم نفسي كل هاي السنين. ابو نعال، سويت لي روحك ساسوكي هسه. من هاي اللي عطفرت من حرب الخليج، ولو ابويا موجود كان شارك بيها. لا ما كان شارك ابني. احنا الجنود قبل شغلتنا ندافع عن ارض العراق وعن الشعب وما لنا علاقة بالجوارين. اي كان دافعت عن بغداد لما احتلوها، كلكم انهزمتوا وخنتوا للعراق. جبار وليدي، امريكا احتلتنا بالعقل مو بالجيش، واحنا كنا ندافع وكنا على الحدود. واذا جاي تسأل على الخيانة روح اسأل منين دخلتنا امريكا اول شيء. ابو نعال، هسه سويت لنا روحك جريندايزر شويه وطلع الرزه المزدوجه. انا رايح للجيش وما حد يمنعني. وفد يوم قاعد ابو نعال بالبيت وداعوا خبر دخول القوات على الاراضي العراقيه واحتلالها لاحد الابار النفط. لا ما يصير هيك، انا موجود ويحتلونه والحكومه ما جايه تسوي شيء، والله ما اسكت. وقرر ابو نعال يتصرف، وكان يخابر على كل الجنود القدامى اللي كانوا وياه، وبس نخاهم ما بقى ولا واحد ما شارك. ابو خليط وين رايح؟ انت رجلك والقبر تقعد، هي الحكومه ما جايه تسوي شيء، انت تريد تسوي شيء؟ حتيني اروح انا حتى لو بحيدي، يعني ما نحسب حسابك على العشاء. وقرروا الجنود القدامى كلهم يروحون للجبهة ويحررون الأراضي العراقية وبدون ما يعتمدون على الحكومة. انتشروا، حصرونهم، لا تنطوهم فرصة. شنو يا ابو نعال؟ عقرصة؟ جالوا لك علي بقاية ولك فرصة. هذا الجيش القديم كلك سباير. سيدي، قوات معتدية دخلت الأراضي العراقية وما يهمنا بصراحة. الدولة صديقة مجاورة، المهم احتلت بير نفط عراقي، وإذا نسكت راح يحتلون العراق كله. وانت مالك علاقة، انا انطي الامر. اوكي الو خطوره پاسا خالتوره حفظ خورو فورو فرا قشت خالت ماره هدو فرا خشت خورو فورو آسو مارو فورو برخرست دور فرا سيدي، الجنود القدامى كلهم راحوا واحنا ما نروح ما يصير. وتبلغ الجيش العراقي كله، خلي الجنود يرفون لبيوتهم.
جبار ابو نعال، انا جبار. اجا الجيش العراقي اجا، راح ارجعك جزيرتك ابو نعال. راح ارجعك جزيرتك ابو نعال. بلغ الجيش العراقي كله، خلي الجنود يرجعون لبيوتهم ويودعون اهلهم، لان اليوم ما نرجع اذا ما نرجع اراضينا. واخيرا اجى الجيش العراقي وطردوا القوات المعتدية واسترجعوا الاراضي العراقية، وجبار رد الجميل مالت ابوه وساعد ابو نعال ورجع ديرته. الجيش هو يخدم الوطن ويدافع عن اراضيه، والجندي العراقي كان وراح يظل بطل، سواء من الجيش القديم او من الجيش الجديد، هم نفس الشيء، هدفهم واحد، هو التضحية في سبيل الوطن. الجندي هذا هو اللي يضحي على مود انتو تعيشون. وقت اللي انت نايم ببيتك هو سهران يحميك، وقت اللي انت تروح تزور اهلك هو امه تحلم تشوفك. هذا الجندي ما عنده طائفة معينة، هذا الجندي فصيلة دمه هي العراق، هذا الجندي عشيرته العراق. الجندي هذا مو بحثي ولا صدامي، هذا الجندي مو عميل، هذا الجندي مو خاين، هذا الجندي هو اخوك واخوي، هذا الجندي هو اني وانت، هذا هو الجندي العراقي.